من فينا لم يلمح وهو يتجول في شوارع سيدي بلعباس محلات بيع الشاي التي عرفت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا، محلات بطابع صحراوي وشاي تيميمون بمذاق يسحر الزبون. لمعرفة سر تحضير هذا المشروب الذي أدمن عليه أغلب الجزائريين، اقتربنا من أحد الباعة الذي شرح لنا طريقة تحضيره. غادي نوري لكم درك طريقة تحضير الشاي الصحراوي. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا. راكم في خيمة شاي تيميمون. رانا هنا في ولاية سيدي بلعباس، رانا في حي الوئام اون فاس لاري تاع الطرام. ان شاء الله اتاي صحراوي. تلقاو عندنا مختلف الحلويات التقليدية، تلقاو عندنا مكسرات، مختلف انواع المكسرات، شامية، قلب اللوز، بقلاوة، حلويات تركية. ورانا تكلنا على ربي، رانا مرحبا بكم. وراكم في بلاصه ان شاء الله كي تجيو عندنا تلقاو حاجه تريحوا في بلاصه نقيه، بلاصه هايله، بعيد، وبلاصه ما كانش دخان، ما كانش كي تجي عندنا بالمختصر المفيد تريح. السلام عليكم. انا هنايا في هذا المحل الجديد شاي تيميمون. فوالا حنا جينا فايتين بارازار، لقينا هذا المحل محلول. الحاجه الاولى اللي لقيناها سيكو نقاوه باينه، باسكو راك تشوف محل جديد وكاع، و ميم طون ثاني الاسعار رانا نشوفوا بلي راها ناقصه، وثاني شنو نقول لك، حاجه جديده لهذه الولايه. ماذا بينا ماشي غير هذا المحل، يحلوا المحل الزواج والثالث. ماذا بينا حنا تكون الولايه تكون عندها بزاف. رانا اليوم في محل الشاي جديد في بلعباس، ما شاء الله الله يبارك خويا. جينا شفنا دينا لاتاي ما شاء الله، ما حتى عنده الحلويات كل انواع الحلويات الله يبارك. لاتاي ثاني عنده الله يبارك، ثاني كل انواع لاتاي، والله غير حاجه جديده في بلعباس ما شاء الله. والله غير فرحنا، نورتنا الاخ الكريم، بارك الله فيك ومرحبا بك خويا. والله ما شاء الله ربي يحفظك. مكسرات من كل نوع وحلويات مختلفة الأذواق، تفنن سكان الصحراء في تحضيرها وإعطاء نكهة خاصة لمحلاتهم. مذاق الشاي الساحر وابتسامة أصحاب المحلات عاملان لا يستطيع الزبون مقاومتهم، مما أنستهم جلسات المقاهي المعتادة.